كان معبد كوم أنبو يقف شامخا على ضفاف النيل، في توازن فريد بين الحجر والماء، وكأنه يحرس النهر ويحتضن التاريخ. تصميمه المتناظر يقسم المعبد لقسمين، في تعبير معماري نادر عن التوازن والتكامل، بدون وجود تماثيل دينية بل تركز على الأعمدة الحجرية. في الداخل، تحكي الممرات والأعمدة الضخمة عن براعة البنائين المصريين القدماء الذين شيدوا هذه العظمة بالحجر والمقاييس الدقيقة. كان التوازن والتماثل جزءاً لا يتجزأ من الفلسفة المعمارية، تجسيداً لمفهوم التوازن بين قوى الحياة. على جدران المعبد تظهر النقوش النادرة أدوات جراحية استخدمها المصري القديم، مما يثبت تقدمهم في علم الطب ومهاراتهم في العلاج. كانت هذه النقوش شاهداً على تقدم حضارة لا تنطفئ. وفي مكان خاص بالمعبد تجده بئراً مقدساً وغرفة تحنيط، حيث استخدم الماء النقي في الطقوس والعلاج. كانت هذه الغرفة دليلاً على استخدام تقنيات متقدمة في العناية بالجسد. في الليل يتحول معبد كوم أنبو إلى لوحة من نور وظلال تتناغم مع صفحة النيل، ويظهر بريق النجوم فوقه، ليبقى شاهداً على حضارة الفراعنة التي تسكن الذاكرة وتعيش في الحاضر بتفاصيلها الرائعة.